وفعلا آه، في ناس كثير يمكن يكونوا أحسن وأكثر ثقافة وأكثر معرفة، لكن طبعا المرحوم الشيخ زايد الله يغفر له ويرحمه يكون عنده نظرة ثانية. فكان في يوم أنا في بيتي يعني جالس، جاني تليفون من سمو الشيخ حمدان، قال لي بمر عليك بعد ربع ساعة. فجاني قال لي بدون ما يعني يظهر لي شو هو المطلوب، قال لي الشيخ زايد يعني مؤيد الموضوع، والشيخ محمد وكل ذا وكل يوم شيخ مشتوم مؤيدين الموضوع. قلت له ما يحتاج بعد تقول لي أنا جاهز بأي شيء. امين عام مجلس التعاون. قلت له هذا الشرف كبير، يعني ما كنت اتوقعها ولا احلم بها اصلا. فقلت له طبعا ما في شك انا حاضر وعلى طول طبعا الحقيقه يعني يشيد وكذا فانت المرشح الوحيد في هذا الموضوع. قلت والله هذا شيء يعني شرف كبير ما كنت احلم به، وان شاء الله اني اكون عند حسن الظن. وقلت حاضر. شديت الرحلة. الحقيقة أن استقبال يعني جميل من كل الأخوة في الأمانة العامة. هذيك الأيام كان حوالي 300 موظف ما في شاء الله، الأمانة العامة رقم يعني. والله. لا وين الحين إيه. مم. و... وكانت بس واحدة سيدة تشتغل عندهم من البحرين. ف يعني الكل حقيقة يتسابق أنه آه، يعزمني على بيته، يعزمني على مزرعته، يعزمني على كذا. كانوا بمنتهى الود أصلا، لأن ما كان في البيئة هذيك الأيام. طبعا الآن لابد أن الواحد يثني على سمو الأمير محمد بن سلمان، لأنه الحقيقة أعطى للمرأة حقها، ويعني دمجها في المجتمع، يعني في الإنتاج. اليوم أصبح لما كنت أسأل مؤخرا كم عدد قالوا يمكن حوالي الآن 300 وحدة في الأمانة. يعني أهم ملف نتكلم أن كيف أنت تجتمع مع قامات كبرى مثل المغفور للشيخ زايد، مثل الملك فهد الله يرحمه، مثل الشيخ عيسى بن سلمان، الشيخ يابر. أنا أقول لك يعني أنا مثلا آخر قمة اجتمعت في مسقط بالنسبة لي كانت هي مغلقة ما بين القادة والأمين العام بس. فكان